السلام عليكم واهلا بكم معي مره اخرى في قناتكم ساره شانيل. كي دايرين اخواتي؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله وبصحه جيده. بالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك، كذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم الاقتراح ديالنا من الاكلات السهله والسريعه في التحضير، اقتراح اللي هو جد رائع. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فاكيد بالنسبه للاخوات اللي عندهم وليداتهم صغار اكيد غيعجبكم هذا الاقتراح وتفرحوا به وليداتكم، كذلك غينفعكم بزاف خصوصا في شهر رمضان الكريم، حيث وليداتنا كياخذوا معاهم الغداء ليكول. صراحه كنحيروا بزاف في شهر رمضان وكنحاولوا اننا نبدلوا ليهم باش هكا ما ياخذوش نفس الوجبه كل نهار. ان شاء الله هذا الاقتراح غينفعكم بزاف واكيد غيعجبكم ويعجب وليداتكم كيف ما قلت لكم، فانتم غتفرحوهم ان شاء الله. الى عجبكم نتوما الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك والاشتراك في القناه، كذلك تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده على الجميع. ونبداو على بركه الله. اول حاجه فانا هنا خديت الباغيت او الكومير اللي سبق لي صراحه وقطعته وخليته حتى يبس مزيان. دابا خديت الفرن شعلت عليه على درجه حراره ديال 150، شعلت عليه من الفوق ومن التحت. من بعد وضعت داك الباغيت في الصينيه ديال الفرن. كيف ما كتلاحظوا معايا فهو يابس، خليته تقريبا 3 ايام حتى يبس مزيان. كيف ما لاحظتوا معايا غندخلو للفرن، غنخليه حتى كيتحمر مزيان ونحاولوا اننا مره كنقلبوه باش هكا يتحمر لينا مزيان. ومن بعد غندوزو باش نشرملو الدجاج ديالنا اولا الديك الرومي. بالنسبه ليا فانا خديت هنا لادانت اولا الديك الرومي، يمكن لكم تعوضوه بصدر الدجاج. وبالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب عدد افراد الاسره ديالكم. انا بالنسبه لي هنا خديت على حسب 3 ديال الاشخاص. كيف ما لاحظتوا معايا فانا هنا قطعت صدر الديك الرومي، قطعته شرائح. طبعا بعد ما غسلته في الماء والملح وكذلك الخل، غسلته مزيان وخليته يستقطر. من بعد قطعته شرائح اللي هي عشوائيه الصراحه، يعني ماشي ضروري انهم يكونوا مقادين. بالنسبه للخردل او المطارد غنضيفو على صدر الديك الرومي. هنا درت واحد المعلقه اللي هي كبيره عامره، غنضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه او لا مطيشه ديال الحك، معلقه صغيره. غنضيف تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال عصير الحامض. كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب الكميه وعلى حسب عدد افراد الاسره ديالكم، يمكن لكم تضيفوا حتى معلقه كبيره ديال الحامض او لا عصير ديال الحامض. بالنسبه للتوابل فانا هنا غنوضع معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وكذلك غنضيف عليه الابزار. يمكن لكم تضيفوا السودانيه اللي كيبغي هذا الدجاج او لا هذا الديك الرومي كيبغي حار. انا هنا فقط اكتفيت بالابزار او لا الفلفل الاسود. نتوما يمكن لكم تضيفوا كما قلت لكم الهريسه. وبالنسبه للملحه يمكن لكم تضيفوها على حسب الذوق. انا هنا غنستغنى عن الملحه حيت غنحضر هذه الوجبه بلا ملحه. ايضا غنضيف هنا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده اللي يمكن لكم تستبدلوها او لا تعوضوها بزيت العود او لا زيت الزيتون. صافي كانوا هادو هما التوابل اللي غنضيفوهم، فقط الخرقوم وكذلك الابزار. وغنحاول انني نشرمل هاد الديك الرومي مزيان، نحاول انني نشرملو مزيان. طبعا بعد ما ضفنا له الزيت كذلك المطاط ومطيشه الحب والخرقوم وكذلك الفلفل الاسود او الابزار. كيف ما لاحظتوا معايا فانا حاولت انني نخلطه مزيان. من بعد غنوضعه في الثلاجه غير لتحت، غنوضعوه تقريبا 2 سوايع حتى 3 سوايع. انا هنا خليته 3 سوايع حتى الحين اللي غنبغي نقليه عاد غنحضروا ان شاء الله. فاش غنقليوه يعني شحال ما خليته يتشرمل شحال ما كيجي فتي وفي نفس الوقت كيجي شارب داك الشرموله اللي حضرناها به. انا هنا ندخلو الثلاجه. من بعد كيف ما كتلاحظوا معايا هنا خديت داك الباغيت او الكومين، انا هنا ضفت بعض الكميه وهذا هو. من بعد ما خرجته من الفرن انا هنا خديت هاد لي ساشي
يمكن لكم تاخذوا فقط بلاستيك الغذائي. انا هنا خديت هذا الساشي كيف ما لاحظتوا معايا. غنوضع ديك الكميه ديال الباكيت فيها كلها، من بعد غناخذ الدلاك اولا المدلك. بالنسبه ليا فانا اقترحت عليكم هذه الطريقه اللي هي سهله، وخصوصا الاخوات اللي ما عندهمش الخلاط او لا مولينكس. فاش كيطحنوا الخبز كتاخذوا غير الدلاك وتحاولوا انكم تهرسوه بداك المدلك، فهو كيكون يابس، فهو كيتطحن لكم بسرعه. اللي بغات تاخذ طحانه يمكن ليها تطحنوا في الطحانه. من بعد كيف ما لاحظتوا معايا هنايا فانا تقريبا صافي تفرتت ليا داك الخبز مزيان. انا غنوريكم كيف رجع. هذا هو كيف ما كتلاحظوا معايا. حضرنا الشابلور غير في المنزل، خصوصا الاخوات اللي ما كيشريوش شابلور، يعني غير بالخبز اليابس ما كانش لاش نرميوه، كنحضروا به لوليداتنا بحال هكا وجبات اللي هي سريعه. كيف ما كتلاحظوا معايا الدجاج ديالنا من بعد ما تشرمل مزيان خليته 3 سوايع. وهنا خديت القليل من الفرينه اولا الدقيق الابيض، يمكن لكم تضيفوا عليها قليل من الملحه والابزار. انا هنا فقط اكتفيت بالفرينه. كذلك خديت واحد 2 بيضات اللي ضربتهم مزيان. وبالنسبه للشابلور ديالنا فاحنا سبق لينا وحضرناها. غناخذوا القطع ديال الديك افومي وضعتهم في الفرينه اول حاجه اولا الدقيق، من بعد فندتهم في البيض، وكذلك غنفندوهم في الشابلور اولا في الخبز اللي حضرناه ورجع لينا شابلور. انا غنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كلها. غنوضعها في واحد الطبسيل باش هكا نرجعوا ان شاء الله باش غنقليو هاد الدجاج اولا الديك افومي. من بعد خديت واحد المقلاة وضعت فيها كميه معقوله ديال الزيت باش هكا يغرق لينا داك الدجاج اولا الديك افومي، باش هكا الزيت تكون كافيه. من بعد وضعت شرائح ديال الديك افومي. طبعا الزيت كتكون سخونه مزيان. من بعد كيف ما كتلاحظوا حاولت انني نخليه حتى كيطيب من جهه لتحت حتى كيتحمر لينا، وكنبقاو كنقلبوا فيه حتى كنحسوا به انه طاب. ما كياخذش وقت صراحه اللي هو كتير، كيوجد بسرعه. حاولوا فقط انكم تشرملوه، يمكن لكم تشرملوه في الليل وحتى الصباح عاد طيبوه، فهو ما ياخذش لكم وقت اللي هو كتير، والصراحه كيجي لذيذ بزاف. كيف ما لاحظتوا معايا من بعد ما طاب من تحت غنحاول انني نقلبه للجهه الثانيه، كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. انا غنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنسالي الطياب ديال هاد الديك افومي اولا الدجاج، ومن بعد غنرجع معكم ان شاء الله في طبق التقديم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الديك افومي اولا الاقتراح اللي حضرت معكم اليوم. كنقدموه مع لي فريت وكذلك الصلصات على حسب المتوفر عندكم. نتمنى ان هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، اكيد غيعجبكم الى جربتم لوليداتكم. صراحه كيجي لذيذ بزاف ومقرمش. الى عجبكم ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو، كذلك الاشتراك في القناه الى كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، كذلك تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق وتبارطاجيو هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.